السلام عليكم. أطيب تحية. ليست كل كتلة بالجسم تدعو للقلق، فهناك كتلة دهنية أو ورم خبيث. والتمييز بين الكيس الدهني والورم الخبيث نجد أن الكيس الدهني كتلة مستديرة تنمو تحت الجلد ورائحتها كريهة، وقوامها سائل ونسيجه ناعم ويتحرك تحت الجلد، وقد يصل حجمه 4 سنتيمتر بعد أشهر من ظهوره، وينمو ببطء، وبمرور الوقت قد يصل إلى 10 سنتيمتر وليست له مضاعفات ولا يتغير لونه. أما الورم الخبيث فهو نمو غير طبيعي في الخلايا وسببه طاقات سالبة تحيط بالمصاب. أحيانا تكون وراثية، حيث تظهر الأورام الخبيثة في عائلة كان أحد أفرادها مصاب بهذه الأورام، وقد تنتقل لأكثر من فرد في العائلة الواحدة. وأنا بفضل الله تمكنت من شفاء كافة الأمراض التي عالجتها للمصابين، وبفضل الله تم شفائهم تاما، ولم ترجع الحالات إلى أشخاص المصابين بها. وكذلك أضمن بنسبة 95% الشفاء منها، وأضمن كذلك عدم انتشار الحالة انتقاليا في أفراد العائلة وراثيا، والفضل لله.